أهلا بيكم يا أبطال العلوم. النهاردة بنبدأ مع بعض أول وأهم درس في المنهج بتاعنا. الدرس ده هو الأساس اللي هنبني عليه كل الكيمياء اللي جاية. هنتكلم عن أشهر عيلتين في عالم العناصر، الفلزات واللافلزات. عايزكم تركزوا معايا كويس قوي عشان نطلع من الشرح ده فاهمين كل حتة فيه. يلا بينا. طيب فكرتوا قبل كده كل حاجة حوالينا من أول الموبايل اللي في إيدينا للكرسي اللي قاعدين عليه وحتى الهواء اللي بنتنفسه، كل ده بيتكون من إيه؟ بيتكون من عناصر، بس العناصر دي كتير قوي. فالسؤال المهم هنا، العلماء قدروا إزاي ينظموا ويرتبوا كل العناصر دي ويقسموها عشان يقدروا يدرسوها ويفهموها؟ هو ده بالظبط اللي هنكتشفه مع بعض النهاردة. العلماء بقى عشان يسهلوا الموضوع قسموا العناصر دي لعيلتين كبار قوي. زي ما انتوا شايفين كده، العيلة الأولى هي الفلزات. شوفوا كده تمثال الأسد البرونزي ده بيلمع وشكله قوي ازاي. والعيلة التانية هي اللافلزات، زي بودرة الكبريت الصفرة دي، شكلها مطفي خالص. مجرد ما تبص على الصورتين دول بتبدأ تلاحظ الفروق بنفسك، صح؟ هو ده بقى اللي هنتعمق فيه دلوقتي. ودي خريطة الدرس بتاعنا النهاردة. هنبدأ بمقدمة سريعة وبعدين نعمل مقارنة شاملة بين خواسهم الفيزيائية. بعدها هنغوص في سر قوة الفلزات ونعرف إيه هي الرابطة الفلزية ونشوف تطبيقاتها في السبائك، وفي الآخر هنحل شوية تدريبات مع بعض عشان نتأكد إننا فهمنا كل حاجة. يلا بينا نبدأ الرحلة. يلا بينا على أول محطة مهمة، إيه الخواص الفيزيائية؟ يعني إيه خواص فيزيائية؟ ببساطة كده يعني الصفات الظاهرية، الحاجات اللي بنقدر نشوفها بعينينا أو نحسها. يا ترى بتلمع ولا مطفية؟ بتوصل كهرباء ولا عزلة؟ طرية ولا ناشفة؟ تعالوا نحط الفلزات واللافلزات جنب بعض ونعمل مقارنة شاملة ونشوف الفروق دي. وأول فرق وأوضح فرق ممكن أي حد يلاحظه هو البريق المعدني أو اللمعان. بصوا على أي حتة ذهب، فضة، ألومنيوم بتلمع، صح؟ دي السمة المميزة للفلزات، ليها بريق معدني. طيب بصوا الناحية التانية كده على اللافلزات، زي حتة فحم أو شوية كبريت، شكلهم مطفي تماما، معتم. يبقى بكل بساطة الفلزات لامعة واللافلزات معتمة. والكلام ده واضح جدا في الصورة اللي قدامنا. شوفوا قطعة الصوديوم دي عاملة ازاي، بتلمع كأنها مراية، ده عشان الصوديوم فلز. طيب بصوا جنبها على الكبريت الأصفر، مطفي خالص مفهوش أي لمعة، ده لا فلز. يعني الصورة دي بتورينا الفرق بعينينا، وده يخلي المعلومة تثبت في دماغنا على طول. نيجي بقى لتاني خاصية ودي مهمة قوي في حياتنا، التوصيل. الفلزات زي النحاس والألومنيوم بنقول عليهم جيدة التوصيل للحرارة والكهرباء. عشان كده حلل الطبخ في بيوتنا معمولة من الألومنيوم وأسلاك الكهرباء من النحاس. أما اللافلزات لا، دي رديئة التوصيل يعني عوازل. بس خلي بالكم بقى، في استثناء مهم جدا لازم نحفظه زي اسمنا، الجرافيت اللي هو الشكل من أشكال الكربون. ده اللافلز الوحيد اللي بيوصل كهرباء، دي نقطة مهمة جدا. بصوا على الدايرة الكهربية دي وهتفهموا قصدي. شايفين السلك؟ ده مصنوع من النحاس، فلز. أول ما بنوصله بالبطارية والمصباح، الكهرباء بتمشي فيه بسهولة والمصباح بينور. طب تخيلوا كده لو شلنا السلك النحاس ده وحطينا مكانه حتة خشب أو بلاستيك، تفتكروا المصباح هينور؟ طبعا لا، لأنهم لا فلزات يعني عوازل، مش بيسمحوا للكهرباء تمشي فيهم. الخاصية التالتة بقى هي القابلية للطرق والسحب والتشكيل. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الفلزات مرنة، نقدر ندق عليها بالشاكوش ونعمل منها ألواح رقيقة زي ورق الألومنيوم، أو نسحبها ونعمل منها أسلاك رفيعة زي أسلاك النحاس. لكن اللافلزات العكس تماما، دي مواد هشة. كلمة هشة دي يعني بتتكسر بسهولة، لو خبطت عليها خبطة تتفتت في إيدك على طول. والصورة دي بتلخص الحكاية كلها. شايفين لما بنخبط بالشاكوش على قطعة كبريت، الكبريت ده لفلز، هل اتحولت لصفيحة رقيقة زي الحديد؟ لا طبعا، دي اتكسرت واتفتتت لحتت صغيرة. وده بالظبط معنى كلمة هشة، يعني غير قابلة للطرق. آخر نقطة في المقارنة الفيزيائية هي الحالة بتاعتهم. معظم الفلزات اللي بنشوفها في حياتنا بتكون صلبة زي الحديد والنحاس والذهب، بس في استثناء واحد بس وهو الزئبق. ده الفلز الوحيد اللي موجود في حالة سائلة. وبشكل عام الفلزات درجة انصهارها عالية جدا. طيب واللافلزات لا، دي بقى موجودة في كل الأشكال، في منها صلب زي الكبريت وفي غازي زي الأكسجين، وبرضه في استثناء سائل واحد بس وهو البروم، ودرجة انصهارهم بتكون منخفضة. تمام، احنا كده عرفنا ايه هي صفات الفلزات: صلبة، بتلمع، بتوصل حرارة وكهرباء. السؤال الأهم بقى هو ليه؟ ايه السر اللي بيخلي الفلزات قوية وصلبة كده؟ ايه اللي بيخلي ذراتها ماسكة في بعضها بالمنظر ده؟ الإجابة كلها في كلمة واحدة: الرابطة الفلزية. تعالوا نفهم ايه حكايتها دي.
التعريف العلمي بيقول إنها قوة التجاذب بين أيونات الفلز الموجبة وسحابة إلكترونات التكافؤ السالبة. كلام كبير صح؟ تعالوا نبسطه. الموضوع كله عبارة عن مغناطيس. عندنا أيونات الفلز ودي شحنتها موجبة، وعندنا إلكترونات حرة بتلف حواليها ودي شحنتها سالبة. وزي ما احنا عارفين الموجب بينجذب للسالب. قوة الجذب دي بقى هي اللي بنسميها الرابطة الفلزية، وهي سر قوة وصلابة أي فلز. وعشان الصورة توضح أكتر تخيلوا معايا المشهد ده. الأيونات الموجبة اللي لونها أزرق دي عاملة زي جزر ثابتة في مكانها، والإلكترونات السالبة اللي حواليها دي عاملة زي بحر من الإلكترونات بيتحرك بحرية بين الجزر دي. البحر السالب ده هو اللي ماسك الجزر الموجبة دي كلها في مكانها ومخليهاش تبعد عن بعض. التشبيه ده بحر الإلكترونات بيوضح الفكرة جدا. طيب، هل كل الفلزات قوية بنفس الدرجة؟ لا طبعا. القوة دي بتعتمد على حاجة مهمة قوي، عدد إلكترونات التكافؤ. يعني عدد الإلكترونات اللي كل ذرة بتشارك بيها في بحر الإلكترونات. بصوا كده على الأمثلة دي. الصوديوم بيشارك بإلكترون واحد بس، المغنيسيوم بيشارك ب2، الألمونيوم بيشارك ب3. كل ما عدد الإلكترونات دي يزيد، الأسمنت اللي ماسك الذرات بيزيد، وبالتالي قوة الرابطة بتزيد والصلابة بتزيد. والرسم البياني ده بيثبت كلامنا بالأرقام. بصوا على الصوديوم اللي عنده إلكترون واحد، درجة انصهاره كام؟ 98 درجة بس. طيب لما رحنا للمغنيسيوم اللي عنده إلكترونين، شوفوا النقلة، درجة الانصهار نطت ل 650 درجة. ولما وصلنا للألومنيوم اللي عنده 3 إلكترونات بقت 660 درجة. ده دليل قاطع، كل ما تزيد إلكترونات التكافؤ الرابطة بتبقى أقوى، وبنحتاج حرارة أعلى بكتير عشان نسيح الفلز ده. تمام قوي. بعد ما فهمنا كل النظريات دي عن الفلزات، تعالوا نشوف بقى إزاي بنستفيد منها في حياتنا العملية. هندخل على عالم السبائك. أكيد سمعتوا الكلمة دي قبل كده. طب يعني إيه سبيكة وإيه فايدتها؟ يلا بينا نشوف. السبيكة ببساطة شديدة هي كوكتيل من الفلزات. يعني بنجيب فلزين أو أكتر ونسيحهم ونخلطهم ببعض. طب بنعمل كده ليه؟ عشان نطلع بمادة جديدة ليها صفات أحسن من مكوناتها الأصلية. المثال الأشهر هو سبيكة البرونز اللي معمولة منها التماثيل دي. البرونز ده عبارة عن نحاس وقصدير. النتيجة مادة أصلب وأمتن من النحاس لوحده والقصدير لوحده. بنستفيد من قوة الاتنين مع بعض. وبكده نكون غطينا أهم الأفكار في الدرس. بس الشرح لوحده مش كفاية، لازم نطبق عشان المعلومة تثبت. جه وقت تدريبات الأبطال. يلا كل واحد يركز معايا عشان هنحل شوية أسئلة هتورينا احنا فهمنا الدرس كويس ولا لأ. جاهزين؟ خلينا نبدأ بسؤال خفيف كده عشان نسخن. السؤال بيقول: إيه هو العنصر السائل اللي له بريق ولمعان معدني؟ خلينا نحلل السؤال. أول كلمة سائل. مين العناصر السائلة اللي خدناها؟ الزئبق والبروم. طيب الكلمة التانية بريق ولمعان معدني، دي صفة مين؟ الفلزات. يبقى هو عايز الفلز السائل. مين هو الفلز السائل الوحيد؟ بالظبط كده، الزئبق. شفتوا سهلة إزاي لما بنفصص السؤال؟ ندخل على سؤال متوسط الصعوبة شوية. في الدايرة اللي قدامنا دي لو عايزين المصباح ينور لازم نحط مادة إيه بين النقطتين أ وب. عشان المصباح ينور لازم الكهرباء تمشي، يعني لازم نحط مادة موصلة للكهرباء. طيب مين اللي بيوصل كهرباء؟ كل الفلزات زي النحاس والألومنيوم. وفي حد تاني، مين فاكر الاستثناء المهم؟ أيوة، الجرافيت. يبقى الإجابة الصح هي أي مادة موصلة للكهرباء، سواء كانت فلز أو جرافيت. وده سؤال بقى للناس المتفوقة اللي كانت مركزة في كل كلمة. السؤال بيقول: علل صلابة الألمنيوم أعلى من صلابة المغنيسيوم. ليه؟ الإجابة هنا مش كلمة واحدة، دي لازم ترجع لأصل الموضوع. هنقول ببساطة: لأن قوة الرابطة الفلزية في الألمنيوم أكبر من قوتها في المغنيسيوم. طب ليه أكبر؟ لأن ذرة الألمنيوم بتشارك ب3 إلكترون تكافؤ، لكن المغنيسيوم بيشارك ب2 بس. وكل ما زادت الإلكترونات زادت قوة الرابطة وزادت الصلابة. إجابة نموذجية. وفي آخر الشرح بتاعنا النهاردة عايز أديكم نصيحة مهمة للمذاكرة. حاولوا دايما تربطوا بين خواص المادة اللي بتدرسوها واستخداماتها في حياتنا. لما نقول النحاس بيوصل كهرباء افتكر على طول سلك الشحن بتاعك. لما نقول الألمنيوم بيوصل حرارة افتكر حلة الطبيخ في المطبخ. الربط ده بيحول المعلومة من مجرد كلام في كتاب لحاجة عايشينها، وده بيخلي الفهم أعمق وأسهل بكتير من الحفظ. الفهم أهم من الحفظ يا أبطال. بالتوفيق ليكم كلكم. لو استفدتوا من شرح النهاردة وعندكم أي سؤال ما تترددوش تسألوني. تقدروا تتابعوني على قنوات اليوتيوب والفيسبوك والتليجرام اللي هتلاقوها قدامكم. أنا موجود عشان أجاوب على كل استفساراتكم. أشوفكم على خير في الدرس اللي جاي. مع السلامة يا أبطال.